السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وحبايبي المشتركين معانا في قناة الدكتور. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في نقطة معينة، ونقطة تهم المريض قبل الطبيب، ألا وهي المريض لو يستدعي حجز في المستشفى، الأفضل اللي أنا أديله علاج في البيت ولا الأفضل للمستشفى؟ إحنا هنتكلم عن قصة قصيرة كده حصلت، ونشوف إن المريض الأفيد لإيه. دلوقتي جالي المريض دوت بيشتكي إن جاله سخونية من حوالي 5 أيام. من حوالي 5 أيام بدأ يشتكي من أعراض سخونية، تكسير، همدان في جسمه. بدأ الموضوع بعدها بيومين يتطور زيادة، بدأ يحس بكحة أو كحة بسيطة في صدره. طبعا هو راح الصيدلية جاب علاج خفض الحرارة، حجب الكحة، بدأت الأعراض تزيد عليه زيادة. بعد يومين كمان بدأت الكحة تزيد، بدأ يحس بنهجان زيادة مع الحركة وهو قاعد مش مرتاح في النفس. فطبعا أهل المريض جابوه المستشفى بسرعة. المريض طبعا دخل المستشفى، بتشتكي من إيه؟ قال لك بشتكي من 1 2 3، بقالي فترة 1 2 3. تمام؟ تمام. طيب هل المريض دلوقتي الشكوى بتاعته ديت تستدعي حجز في المستشفى؟ طبعا هقول لك لازم ناخد التاريخ المرضي بتاع المريض. المرض بدأ معاه امتى؟ الشكوى دي اللي حصل؟ بدأت تزيد ازاي؟ قلت ازاي؟ الاعراض اللي ظهرت عليه وبدأت تزيد عليه، والاعراض المصاحبة بعد كده اللي ظهرت عليه. طبعا سألنا المريض هل بيشتكي من اي امراض مزمنة، ضغط، سكر، كلى، كبد، اي حاجة؟ قال لك ما بيشتكيش من اي حاجة خالص. بس لاحظت ان المريض اثناء حركته لما بدأ يتحرك عشان ينام على الشيزلونج عشان نكشف عليه، في نهجان ومش قادر ينام على ظهره. طيب وبدأ في زي نهجة مستمرة. طبعا طلبت من المس اللي معايا نقيس الأكسجين بتاعه طلع 85. تمام. بدأت أسأل المريض، طبعا ببص عليه لقيت فيه هزلان، ريقه ناشف. سألته قلت له أنت بتشرب مية كتير الفترة الأخيرة؟ قال لك بشرب مية كتير، بيروح الحمام كتير. فبدأنا طلبت من المس تقيس له السكر، لقينا السكر بتاعه طالع هاي. عملنا اشعه مقطعيه على السطر، طلع فيه نمونيا موجوده او التهاب رئوي موجود، والسكر بتاعه هاي. والتحليل الاي بي جي او الغازات في الدم طالع فيه كذا حاجه. فطبعا المريض هنا يستدعي حجز في المستشفى. طبعا بدات افهم المريض، طبعا رافض تماما الحجز في المستشفى. بدأنا نفهمه الوضع الصحي بتاعه، بدأنا نفهم الأهل الوضع الصحي بتاعه، وإن الأفضل ليه حجز في المستشفى، لأنه دلوقتي عنده التهاب رئوي، في نقص في نسبة أكسجين في الدم، في عنده السكر عالي، وده لأول مرة يكتشفه، ما كانش عارف إن فيه سكر ولا أي حاجة، وتحليل الغازات في الدم طالع مش حلو طبعا. فالمريض بدأ يقتنع إن موضوع الحجز في المستشفى هو الأفيد ليه. فأنا بوضح بس حاجة معينة، بس إن المريض لو الدكتور طلب منه أو شايف حالته تستدعي الحجز في المستشفى أو المستشفى أفضل بالنسبة له، بلاش حتة الاعتراض على الفاضي والمليان، لأن في حاجات معينة ما ينفعش فيها علاج في البيت لأن الحالة هتسوء. وأشوفكم دايما على خير. ودي كانت قصة قصيرة حبيت أقولها لكم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.